الناس دايما شايفين إن الراجل بعد الانفصال بيكمل حياته عادي، بس الحقيقة بتقول لأ، لأنه بيتعذب بس بصمت. الراجل بعد الانفصال مش دايما بيخرج ويبان عادي كده، أوقات يبان إنه قوي بس جواه بيكون عكس كده. عارفين ليه؟ عشان كتير من الرجالة اتربوا على إنهم ما يظهروش مشاعرهم، فحتى لو موجوع مش هيقول. هيخرج مع أصحابه عادي ويروح شغله، بس لما يرجع البيت هيحس إنه تايه، مش بيفضفض لأنه ما بيعرفش يعبر، وكل حاجة بيكون كاتمها جواه. علشان كده أوقات كتير بنلاحظ أو بنشوف إنه اتغير فجأة، يبقى ساكت، عصبي أحيانا، أو حتى دخل في علاقة جديدة بسرعة، مش عشان نسي ولا حاجة، بس علشان يهرب من الألم والوجع، ولأنه كمان مش قادر يواجه. الراجل مش دايما زي ما الناس كلها عارفة إنه جامد المشاعر، بس المجتمع هو اللي خلاه يلبس قناع القوة حتى لو بيتكسر جواه. اللي بيحصل عند الراجل بعد الانفصال كتير جدا، بس قليل اللي ممكن يشوفه. عشان كده ما نحكمش على حد من شكله، ممكن يكون بيضحك عادي جدا وهو بيصرخ من جواه.